السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمله مع بعض أكلة حلوة وصغيرة ولطيفة عشان خاطر الشتاء وتدفينا، وفي نفس الوقت حاجة تبقى سهلة علينا. معانا هنا عيش سوري هنعملوه فطير بطريقة سورية باللحمة المفرومة زي الشاورما بالظبط. ومعانا هنا نص كيلو لحمة وجبنة موتزاريلا، بصل، طماطم، فلفل، توابل وملح. ومعانا هنا زيتون وحتة سمنة. أول حاجة هنعملوها ناخده مع بعض كده، ناخده البصله بتاعتنا وعلى الطاسه، وننزل بالبصله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبدا تاخد معايا لون، واقول لكم على خطوات هنعمله ايه. كده البصله معانا بعد ما اخذت لون، هننزل باللحمه. واخد التوابل بتاعتي. ناخد هنا كده معانا طماطم والفلفل، ندي كل الكلام ده الحلو الجميل ده بتاع الشتاء، نديله تقليبه كده حلوه. نخش معانا في السوا، اوريها لحضراتكم هنعمل ايه. هنحلي برضو اللحمه بشكل جميل ونحط لها صوص رمان عشان يدي معايا طعم حلو، ويبقى الطعم بتاعها هايل جدا. بس اهم حاجه انا حطيت كله مع بعض عشان اللحمه ما يبقاش فيها ميه خالص، عشان لما تخش مع الفطير السوري تبقى كويسه ما فيهاش ميه. انا بعد ما طلعت نشفت بالشكل الجميل ده، وحاجه في منتهى الجمال، وما اقولكمش صوص الرمان عامل احلى دلع فيها في طعمها. هاخد كده بسم الله دول رغيفين، اللي هو الفطير معايا رغيفين سوري. هروح جاي حاطط كده بسم الله، هاخد معانا هنا الزيتون، هاخد معانا هنا الجبنه الموتزاريلا، حاطط شويه كده موزع الموتزاريلا كده زي ما انتم شايفين. ابدا اللي انا ابعد الطبق ده سنه، اللي انا اطبق من هنا كده، واخد السمنه بتاعتي اللي انا مسيحها ادهن كده كويس، واخد هنا كده اروح جاي مطبق كده ودهن كده برضو عشان يقرمش معايا، واطبق كده وادهن هنا كده برضو، واخد الجنب ده كده زي ما انتم شايفين. حاجه سهله جدا وجميله وتنفع للمدارس، وحاجه في منتهى الجمال. امسكها بقى كده اروح جاي جايب الجريل، بس انا عايز اوري حضراتكم عشان اخلص بقيه الكميه. اروح جاي جايب كده مسمي الله وحاطط كده، واروح جاي برضو مديها دهنه كده كويسه السمنه، واسوي على الجريل واقلب. هوري حضراتكم وهو بيستوي، اروح جاي قالب كده. شايفين الشكل الجميل ده؟ بتك عليه كده كويس واوريكم بقيه الكميه. كده حضراتكم بروح جاي شايله جاي على الطبق الجميل ده. شايفين الشكل الجميل ده؟ حاجه في منتهى الجمال. اخد بقى ده معايا كده، شلته كويس اهو، اروح جاي حاطط كده ومديله ضغطه بسيطه بدي، واوريه واوريه لكم وهو بيتقلب. بعد ما خلص بالشكل الجميل ده، حاجه في منتهى الجمال. وانتوا حابين تعملوه فراخ او صدوق على حسب ما انتوا عايزين يتعمل معانا، بس حاجه بامانه حاولوا تجربوها هتعجب حضراتكم قوي. اوريكم بقى ايه احلى جمال واحلى دلع. شايفين؟ وتنفع معانا حشو للسندوتشات للاطفال، تنفع معانا لكل حاجه، ومستويه وحاجه جميله. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واستنوا مني كل جديد باذن الله.